سنة 1997 شركة صغيرة اسمها نتفليكس بدأت بتأجير أقراص DVD بالبريد. كان في عملاق اسمه بلوك باستر مسيطر على السوق. الكل كان متوقع فشل نتفليكس، لكن مؤسسها كان عنده رؤية مختلفة. بدل ما ينافس بلوك باستر في نفس السوق المزدحم، اختار استراتيجية المحيط الأزرق وخلق سوق جديد تماما. استغل التكنولوجيا الناشئة وقتها وقدم نموذج اشتراكات شهرية بدل الإيجار لكل فيلم. وفي 2007 خد قرار جريء وحول الشركة للبث الرقمي قبل ما الإنترنت يكون سريع كفاية، والنتيجة بلوك باستر أفلست في 2010 ونتفليكس أصبحت شركة قيمتها مليارات. وده مجرد مثال على استراتيجية واحدة من 4 استراتيجيات أساسية للسوق. المحيط الأزرق وهي خلق سوق جديد زي نتفليكس، وقيادة التكلفة وهي تقديم أسعار أقل من المنافسين زي وول مارت، والتميز زي تقديم منتج فريد ومختلف زي أبل، والتركيز وهي خدمة شريحة معينة من العملاء بشكل متخصص زي تسلا في بدايتها. طب انت محتاج اي استراتيجية منهم؟ لو سوقك مليان بالمنافسين لازم تلاقي محيط أزرق جديد، ولو منتجك مش مختلف هتحتاج استراتيجية تكلفة أقل، ولو عندك ابتكار حقيقي يبقى استراتيجية التميز هي هتبقى الحل الأنسب ليك. الدرس الأهم: ما تقلدش الشركات الناجحة، افهم السوق واختار الاستراتيجية المناسبة لظروفك، لأن الاستراتيجية الصح هي اللي هتحدد مصير مشروعك في السوق.